السلام عليكم ورحمة الله. يا رب كلكم تكونوا بألف خير يا رجالة. أنا هنا هبتدي إن شاء الله سلسلة إزاي ترفع مستواك 1000 أو 1200 أو 1300 نقطة على القناة إن شاء الله، من خلال منهج متكامل من كتاب ماي سيستم لإيرن نيمزوفيتش، أهم كتاب أصلا في تاريخ الشطرنج. أنا أوريدي كنت عامل سلسلة عن ماي سيستم وما كملتهاش لأنه بصراحة ما كانتش منظمة كفاية، كنت لسه في بداية القناة دي، فما كانتش أحسن حاجة، وحتى الصوت ما كانش أفضل حاجة. أنا هعيد إنتاج السلسلة دي من الأول خالص، من شابتر 1 تاني، بصوت أفضل وبتنظيم أفضل. كتاب ماي سيستم متقسم ل15 فصل، إن شاء الله هياخد مني 15 حلقة أيا كانت مدة الحلقة، لكني ههتم إن كل فصل مش هتبقى عشوائية زي المرة اللي فاتت. كل حلقة تتكلم عن فصل متكامل في الكتاب، وهقسم لك كمان الحلقة في الوصف بتاع الفيديو، يعني هتلاقي في الشريط الحلقة متقسمة عشان انت لو سبت الحلقة ورجعت تتفرج عليها تاني تقدر ترجع من آخر حتة انت كنت واقف فيها. ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة، واستأذنك تدعمني بلايك واكتب لي كومنت قول لي انت متحمس للسلسلة دي ولا لأ. ويلا بينا نبتدي بأول شابتر في الكتاب، ده سنتر، المركز. تعال نشوف نيمزوفيتش العبقري ده بيقولك ايه. بيقولك انه اللاين اللي انت شايفه ده هو الخط الفاصل بين الحدين، بين جيشي انا وجيش خصمي يعني. فبيقولك ان اللاين ده we call the frontier line، الخط الفاصل، and is of course to be taken in its mathematical non its chess sense. بيقولك ان هو الخط الفاصل بشكل رياضي، يعني مش بشكل شطرنجي. وبعدين بيقولك المربع اللي انت شايفه ده، اللي هما الاربع مربعات دول الاربع مربعات دول on diagram 2 is the midpoint of the board. دول هما الخط او الاربع مربعات الفاصلين في البورد كلها بشكل رياضي. برضو هو بيتكلم دلوقتي مش بشكل شطرنجي، يعني كانوا بيشرحوا لك بشكل رياضي. فبيقول لك ايه بقى، انه الاربع مربعات دول هما الفاصلين بين اكبر وترين في الرقعة، دول اطول وترين في الرقعة. فين الحد الفاصل ما بينهم؟ بيلتقوا كلهم فين؟ في الاربع مربعات اللي بالاحمر دول. وبالتالي من وجهة نظر، هو اكيد مش حتى مش يعني من وجهة نظر اي حد، يعني المهم نيمزوفيتش بيأكد لك عليهم ان الاربع مربعات دول هم سنتر الرقعة او مركز الرقعة. وهنفهم ليه قدام. نيمزوفيتش مأكد عليهم. بيقول لك بقى ايه البوينت رقم 1 بعد ما عرفك ايه هو السنتر اصلا. by development، التطور في الشطرنج، we mean the strategic advance of the troops to the frontier line. لو انت مثلا بتلعب ابيض، فنومزوفيتش عايز يقولك انه كلمة تطور في الشطرنج هو ان انت تتطور بالقطع بتاعتك فين؟ في المكان، اكيد مش بالملك يعني، المهم يعني بالقطع بتاعتك في المكان او في الجبهة بتاعت خصمك. The process is similar to the advance on the outbreak of war. هو بيشبهها بالحرب. فبيقول لك إن كل جيش عايز يخترق المكان أو التريتوري، يعني المكان اللي فيه إيه؟ جيش الخصم. وبيقول لك development is a collective conception، هو مفهوم جماعي. To have developed 1, 2 or 3 pieces، مش معنى إنك أنت عملت ديفلوب مثلا، يعني نفترض انت لعبت كده 2 مثلا كده كده، اوكي، ده معناه انك انت عملت ديفلوبمنت لكل قطعك في الشطرنج. بيقول لك لا، بيقول لك the situation demands that all pieces be developed، ان السيتويشن او التطور في الشطرنج لانك انت لازم تطور كل قطعك، وانك انت بص inspired by a democratic spirit، لازم يبقى عندك روح الديمقراطية مع كل قطعك. كل قطعك تنتشر، لسه بقى هيشرح لنا في الافتتاحات والكلام ده كله. وكل قطعك تاخد وقتها او تاخد دور في الانتشار، يعني تلعب مثلا انا بديك مثال، هفترض مثلا لعب كده فانت بتنتشر بالفيل، بعدين مثلا تطلع بالفيل اللي بعده وهكذا. ده اللي نيمزوفيتش بيحاول يشرحه لك. لازم تدي كل قطعك افضليه انها تلعب وتشارك في المباراه. هو لسه هيدينا امثله.
ودلوقتي ننتقل للنقطة التانية. النقطة التانية بقى في الكتاب بتقولك ايه، او في الشابتر ده: A pawn move must not in itself be regarded as a developing move but merely as an aid to development. بيقولك انه انت مثلا لو حركت البيدق ده، نفترض مثلا يعني خطوة لقدام، فبيقولك ان النقلة دي ما تعتبرش تطور. بيقولك ان التطور الحقيقي في الشطرنج هو انك انت بمعنى اوضح تطور القطع الخفيفة او التقيلة، يعني تطلع بالحصانين بتوعك ثم بالفيلة وهكذا. اما البيادق البون، خلينا نرجع للاول تاني، البيادق دي هي بتساعدك انك انت تطور القطع بتاعتك. ما ينفعش ان انت في بداية الجيم تقعد تدفع في بيادق وتقول انا بتطور، لا. التطور هو انك انت تنشر القطع الخفيفة اولا طبعا زي ما احنا فاهمين في الشطرنج، وبعدين القطع التقيلة لما يجي دورها والوزير بمساعدة البيادق. علشان كده هو بيقولك هنا ايه: The pawnless advance، التقدم بدون بيادق، however is in reality impossible of execution. انت ما ينفعش تتطور من غير ما تدفع البيادق. Since the enemy pawn center thanks to its inherent aggressiveness مش عارف ايه would drive back the pieces we had developed. بيقولك انك انت لو طورت القطع بتاعتك مثلا الحصان او الفيل من غير ما تطور البيادق بتاعتك، بيادق الخصم هتخليك تتراجع، او التقدم بتاع الخصم هيخليك تتراجع. For this reason we should, in order to safeguard the development of our pieces, first build up a pawn center. ايه بقى ملخص الليلة دي كلها؟ بس خلينا نكمل الأول. By center we mean the four squares which enclose to the midpoint، اللي هم ايه؟ الأربع مربعات دول. طيب ايه بقى ملخص القصة دي يا عم نمزوفيتش؟ بيقولك انك انت لما تيجي تتطور لازم تبني pawn center. لما بتيجي مثلا تلعب اللندن سيستم، انا شرحه على القناه على فكره، ممكن تروح تتفرج على الحلقه بتاعته. بتلعب مثلا الفيل، هنفترض مثلا ان هو كان لعب كده في الاول، بعدين مثلا طلع حصان فانت لعبت الفيل، بعدين بتلعب بيدق بيطلع مثلا بالحصان بتاعه، بيطلع بالفيل بيدفع البيدق مثلا بتدفع الحصان، بيدفع مثلا البيدق ده فانت بتدفع البيدق ده اسمه pawn center. انك انت مسيطر على المركز، او بتحاول ان انت تسيطر على المركز من خلال البيادق بتاعتك. ده اللي عايز يوصله لك نمزوفيتش. بيقولك انك انت عشان تتطور بقطعك لازم تسيطر على المركز. طب بتسيطر على المركز ازاي؟ من خلال البيادق. التقدم بالبيادق بس، ما ينفعش يبقى development، ما ينفعش يبقى تقدم. يلا نكمل بقية الشابتر ونشوف نمزوفيتش عايز يوصل لنا ايه. طيب نكمل. ايرون نمزوفيتش هنا بيديك مثال بيوريك ازاي انت ممكن تفقد تطورك كأبيض لو انت لعبت غلط وما اتبعتش نصايح نمزوفيتش. فبيقولك انت مثلا بدأت بالحصان، خرج بالحصان بتاعه، دفعت البيدق خطوة واحدة لقدام ما طلعتوش. ايرون نمزوفيتش دايما بيقولك ايه؟ اطلع سيطر على السنتر. فانت هنا دفعت البيدق خطوة واحدة ماشي، قام الاسود هو البادر ومسيطر على السنتر. قمت انت لاعب مثلا حصان، قام طالع بالحصان، قمت انت خارج بالفيل. انت دلوقتي بتعمل عكس اللي نمزوفيتش قالهولك، بتحاول تسيطر على السنتر بس من غير بيادق. اوكي ده غلط مش صح. ام هو اللي اخد المبادرة ومهاجم الفيل بتاعك في حماية الحصان والوزير، قمت انت مضطر تتراجع بالفيل. بيقولك خد بالك انت هنا حركت القطعة مرتين من الافتتاح، انت ما بقتش ديمقراطي مع قطعك. هنا اتدفع عليك البيدق تاني، وبيقولك انه white is uncomfortably placed، الابيض شكله او وضعه غير مريح at any rate from the point of view of the player with little fighting experience. اي حد هنا يا جماعة في الوضع ده حتى لو الاكسبيرينس بتاعته او خبرته في الشطرنج مش قوية، يقدر يقولك انا اتمنى ان انا اكمل بالماتش ده اسود ما كملش بيه ابيض. يبقى دي كده اول حاجة او اول فكرة عايز يوصلها لك نمزوفيتش. اتمنى انك انت تكون فهمتها. لو لسه ما ضغطتش لايك انزل اضغط لايك في للحلقة، واشترك في القناة عشان تكمل معايا السلسلة دي، ترفع مستواك ان شاء الله فوق 1000 نقطة. ويلا بينا نكمل الشابتر الاولاني. بص بقى دلوقتي هنا نمزوفيتش بيلخصها لك، بيقولك to sum up عشان ننجز بقى القصة دي. In the open game speed of development is very first law. اهم قانون انك انت تسرع الانتشار.
every piece كل قطعة must be developed in one move. كل قطعة لازم ان هي تتطور من اول نقلة. every pawn كل بيدق move is to be regarded as a loss of time. كل بيدق انت بتحركه ممكن يعتبر تضييع للوقت unless إلا it helps to build or support the center or to attack enemy center. كل بون انت بتحركه لازم أن تكون بتحركه يا إما علشان انك انت تهاجم المنتصف او تسيطر على المنتصف زي النقلة دي اللي هي اكيد افضل نقلة في الشكل ده، اوكي، او انك انت تاتاك انمي السنتر، تهاجم خصمك في المنتصف. therefore وفي واحد اسمه لاسكر يعني كان لعيب شطرنج برضو ايام نيمزوفيتش بيقول لك مش عارف امتى يعني بس whatever in the opening 1 or 2 pawn moves not more. بيقول لك ان انت في الافتتاح اللي هم اول 5 6 7 نقلات بتحرك بيدق او بيدقين بالكتير، وبقيه الوقت انت بتطور في قطعك، او لو هتطور بيدق تكون بتسيطر على المركز. يلا بقى دلوقتي ندخل على النقطة الثالثة في الفصل الأول، ونيجي هنا لتالت بقى نقطة في الفصل الأول. بيقولك إنك أنت ممكن تكسب سيطرة على خصمك وتبقى أنت متقدم عليه في الديفلوبمنت لو عرفت إنك أنت تكسب على خصمك تيمبو. طب إيه هو التيمبو؟ بيديك مثال، فبيقولك أنت مثلا لعبت بيدق الإي 4، أما هو لعب لك بيدق الإي 5، فأنت أخدت البيدق، فما هو واخد بالوزير. افضل نقله تلعبها هنا من وجهه نظر نيمزوفيتش هو انك انت تطلع بالحصان تطلب الوزير، وبالتالي الوزير ده مضطر ان هو يتحرك. طبعا في ناس كتير مثلا بتحرك الوزير هنا، فانت على سبيل المثال تطلع بالحصان التاني. هنا نيمزوفيتش بيقولك انت افضل، انت كسبت تيمبو على الوزير فاضطر خصمك ان هو يحرك نفس القطعه مره تانية، وبالتالي انت انتشرت اسرع منه. هو ما مشيش على كلام نيمزوفيتش، انت مشيت على كلام نيمزوفيتش وكسبت انتشار عن طريق ان انت اجبرته حركة القطعة مرتين. وبعدين نوصل للجزء الرابع او النقطة الرابعة exchange with resulting gain of tempo. يلا بينا نشرحها. طيب في النقطة الرابعة نيمزوفيتش بيقولك ايه؟ exchange with resulting gain of tempo. هو نفس التيمبو اللي احنا لسه شارحينه في النقطة اللي فاتت بس بشكل مختلف. انت لعبت بيدق الدي 4، فقام الاسود مثلا لعب لك دي 5، قمت انت دفعت البيدق السي على السي 4، اوكي. اما هو مثلا ما اخدش البيدق وقام مطلع الحصان، وده عادي شكل ممكن نشوفه بسهوله. الفكره هنا بيقول لك ايه بقى نيمزوفيتش؟ بيقول لك انك انت ممكن تجبر خصمك ان هو يعمل تيمبو تاخد البيدق. هو دلوقتي عنده حاجه من الاتنين يعملها، يا اما ياكل بالوزير يا اما ياكل بالحصان. طب لو هو اخد بالوزير، وده اللي في الغالب غالبا انت اصلا هتشوفه، هتطلع انت دلوقتي بالحصان طالب وزيره، فمضطر ان هو يحرك الوزير تاني، وبالتالي انت خليته يعمل تيمبو وتنتشر انت اسرع بقطعك. طب هو نيمزوفيتش بيقولك طب هو لو ما اكلش مثلا بالوزير وقام اكل مثلا بالحصان، ستيل نيمزوفيتش بيقولك انت برضو المستفيد، لان هو حرك قطعة من الافتتاح مرتين. انت دلوقتي بتحرك كل قطعة هي مرة واحدة بس. انت لما اكلت ده اوريدي انت كسرت، ما يعتبرش عدم تطور، لان هو اضطر ان هو يرجع ياخد البدء تاني بالحصان. تقدر انت دلوقتي تكمل انتشارك عادي جدا وانت متقدم عليه بنقلة من وجهة نظر نيمزوفيتش. ودلوقتي وصلنا للبوينت رقم 5، liquidation، يعني مفهوم التصفية. نيمزوفيتش بيقول لك ايه؟ When a merchant sees that his business is not succeeding، لما التاجر بيلاقي البيزنس بتاعه مش بيكسب، he does well to liquidate it، بيحاول ان هو يسيله، يعني البضاعة اللي مش بتكسب يبيعها وياخد فلوسها. So as to invest the proceeds in a more promising one، عشان يستغل الفلوس دي في بضاعة تكسبه او في بيزنس يكسبه. خد بالك انه المثال اللي هديهولنا نيمزوفيتش دلوقتي هو للاسود مش للابيض، فركز في نقلات الاسود اكتر. بتبتدي مثلا E4 E5 تطلع بالحصان عادي جدا، يطلع بالحصان يحمل بيدق، بعدين طلعت انت ببيدق الدي 4. هنا لعب الاسود النقلة المفاجأة دي D5. بيقول لك Black's last move is questionable for the second player not at once copy such an enterprising move as D4. بيقول لك انه النقلة دي اصلا من الاسود مش افضل نقلة،
ما ينفعش ان هو يعمل كوبي لنقلات الابيض يعني. اوكي، فهنا الماتش بيكمل ازاي؟ فهنا الابيض اخد بدأ في بدأ والاسود اخد بالوزير. السيكونس ده او النقلات دي نيمزوفيتش شايفها مش كويسه للاسود. ليه؟ لان الابيض هنا هيطلع يطلب الوزير بالحصان. فاكر التيمبو اللي كنا لسه بنتكلم عليه؟ هنا الاسود بيشغل دماغه وبيجي ان هو يربط الحصان، فخلاص ما ينفعش تاكل الحصان لانه الحصان بقى مربوط على الملك. ماشي. هنا الاسود الابيض لعب نقله ذكيه، حمى الحصان او فك الربط، وبالتالي الحصان دلوقتي الوزير يقدر ياكله بالحصان. هنا بقى، ودي فكره نيمزوفيتش اللي عايز يوصلها لك، بيقول لك ايه؟ انت حتى لو بصيت هنا للشكل ده، هو الشكل اللي احنا واقفين عليه دلوقتي على الرقعه. نيمزوفيتش بيقول لك ايه بقى؟ الاسود هنا عنده افكار كتير او نقلات كتير يقدر يلعبها، ولكن افضل نقله ان هو ما يتراجعش بالوزير بتاعه، لان ده هيخسره نقلات، هو كده مش بيديفلوب صح. فافضل نقله هنا ان هو يلعبها هو ان هو ياخد الحصان. ده مفهوم التصفيه. التاجر الاسود لما لقى ان البيزنس بتاعه بيخسر، قرر ان هو يصفيه، فقام واخد الحصان. رجعت تاخد الفيل. ونيمزوفيتش بيقف كمان عند الموقف ده وبيقول لك ايه؟ الاسود هنا ممكن يلعب نقلات مثلا زي بيشوب جي 4، ولكن بيقولك انه النقلة دي مش صح، او فلايت موف زي ان هو يدفع البيدق يطلب الحصان. برضو نيمزوفيتش شايف ان كل ده هو خسارة للوقت. افضل نقلة هنا الاسود ان هو ياخد بيدق في بيدق، وبعد ما الابيض يرجع ياخد بالحصان، الوزير بتاع الاسود لسه في المنتصف، ما اضطرش ان هو يحركه مرة تانية، يعني ما سمحش للابيض انه ياخد عليه تيمبو. ودلوقتي الاسود ممكن ينتشر عادي جدا بالحصان ويكمل الماتش، وهو مش خسران او هو مش متأخر في الانتشار. هو ده مفهوم الليكويديشن، التصفية. ودلوقتي وصلنا للنقطة السادسة، the center and its demobilizing force. Some examples as to when and how to advance of the enemy center is to be met. المهم يعني عشان العنوان طويل قوي، فبيقول لك فاكر لما احنا شرحنا ان انت بتحاول تغزو قطعة او تغزو منطقة خصمك بالقطع بتاعتك؟ نيمزوفيتش هنا بيديك مثال وبيقولك ازاي ان انت تغزو خصمك بالقطع، خاصة بالبيادق، وتاخد عليه افضلية. انت مثلا لعبت نقلة الاي 4، ام هو لاعب الاي 5 عادي جدا، قمت انت لاعب النقلة دي. هنا بقى نيمزوفيتش بيقولك ايه؟ الاسود لو اخد البدأ، ما هو انت لو ركزت ده بدأ مجاني، بص ده بدأ مجاني، بيقولك this is a loss of time. هنا بيقولك ان النقلة دي لما الاسود اخد البدأ هو بيضيع وقته. ازاي؟ انت بتنتشر بالحصان، اما هو طلع بالحصان عادي جدا. ايه نقلتك القادمة؟ E5. هي نفس اللي في الشكل هنا، بص بتقول له انت مش جريت ورا البدأ وخدته، اديني حصانك. طب الحصان ده مضطر ان هو يتحرك، بيحاول بقى ان هو يغزوه جوه كمان، قام داخل بالحصان لجوه. اديني الحصان تاني، مشي بالحصان، طب اديني الحصان تالت. بص نيمزوفيتش هنا بيقول لك الاسود عمال يتحرك بحصانه، اتحرك ادي 1 2 3، وادي النقله الرابعه، ده انت كمان ممكن تدفع البدع عليه تاني. اوكي، وانت عمال بتكسب عليه افضليه وبتنتشر بقطعك، فتحت الطريق لفيلك، والبدع ده دلوقتي بقى مجاني، انت تقدر تسترجعه، وضعك افضل بكتير. ليه؟ عشان انت من الاول فهمت يعني ايه تخترق. من اول هنا كده بص، يرجع من اول ما هو اخد البدع، فهمت امتى تخترق وازاي تخترق خصمك وتضايقه بالقطع بتاعتك. كده انا شرحت لك كل النقاط المهمة في شابتر بتاع السنتر، او ان انت تسيطر على السنتر. بس هنا في نقلة، سوري، في يعني قطع غريبة جدا بيقولها نيمزوفيتش. تعال نتفرج عليها سوا، وانا مستني رأيك بشدة، تقولي نيمزوفيتش غلط ولا صح، لان انا مش قادر احكم. هنا بيقولك ايه نيمزوفيتش؟ بيقولك a center pawn should always be taken if this can be done without too much danger. لو انت لقيت بيدق في السنتر تقدر تاخده، سواء انت اسود او ابيض، خده مباشرة لو مفيش too much danger عليك، لو انت مش هتبقى في خطر يعني. فبيديك مثال، المثال انت شايفه ده اللي هو اصلا من الافتتاح الايطالي. لو عايز تتعلم الافتتاح الايطالي، على فكرة انا عامل عنه حلقات في سلسلة، هتلاقي الافتتاح الايطالي في الشطرنج. المهم يا سيدي، البيشوب على السي 4، الافتتاح الايطالي.
فهو طلع بالنايت بتاعه، فقمت انت لاعب النقله دي في الافتتاح الايطالي، بتحضر مباشره للنقله دي بعدها. فهنا هو بيقول لك ايه بقى، نيمزوفيتش بيقول لك ان انت هنا البدأ ده مجاني، تقدر تنزل تاخده ببلاش، وبيدفعك لده. بيقول لك ان انت ملخص يعني الكلام ده كله، انه لو في بدأ على الجنب مثلا، على مثلا الاتش او يعني عمود الاتش او عمود الاي، مش بيبقى مهم قوي زي البدأ اللي في السنتر. فبقول لك ان انت في الوضع ده انزل خد البدأ ده، لان ده بدأ مجاني without too much danger، يعني مفيش من وراه خطر كبير عليك. ده اللي بيشرحه يمزوفيتش. ولكن بقى اصلا ده يعتبر فخ في الافتتاح الايطالي، باللي انا اتعلمته بالافتتاح الايطالي، ان هو القابض هنا دلوقتي يقدر يلعب النقله دي، وبقى عامل ضغط جامد جدا على بيدا الاف 7 اللي محمي بالملك بس. فانا مش قادر احكم هل الوضع ده النقله دي صح ولا غلط. انزل قول لي رايك في الكومنتس. انت شايف لو انت في الوضع ده، قول لي مثلا في الافتتاح الايطالي انا شايف ان انا هنزل اخد البيدق او هسمع كلام نيمزوفيتش، او لا انا مش هخاطر ومش هاخد البيدق ده تحسبا للنقله دي. وفعلا على فكره يعني انا واضح عندي على بار التقييم انه الافضليه هنا للاسود. فانا مستني رايك. لو عجبتك الحلقه دي وعجبك حلقات ماي سيستم، هو هنا بيقول لك with this we close the first chapter. احنا خلاص نهينا اول شابتر في الكتاب اللي هو السيطره على السنتر. طبعا انا شرحت لك ملخص الشابتر واهم النقاط فيه. طبعا كان في حاجات هو بيقعد يعيد ويزيد فيها انا ما شرحتش، مش عايز الحلقه تطول جدا. لو متحمس للحلقه التانية استاذنك انزل اكتب لي كومنت، انا متحمس للحلقه التانية ومستني رايك برضو في الشكل اللي احنا شايفينه دوت. واشترك واعمل لايك للقناه للحلقه بعد اذنك، واشوفك الحلقه الجايه يا ريس.